لوريل وهاردي الاتنين مثلوا فترة قبل ما يعرفوا بعض أصلا. سنة 1921 ظهر هاردي في الفيلم القصير الكلب المحظوظ، والفيلم كان من بطولة الشاب البريطاني لوريل. وفي سنة 1926 الاتنين مثلوا مع بعض في فيلم واحد، ولكنهم ما ظهروش في ولا مشهد مع بعض. وفي سنة 1927 بدأ لوريل وهاردي العمل مع بعض في فيلم قصير من بطولتهم. وقتها بقى المنتجين لاحظوا رد فعل الجمهور والنجاح اللي حققوه، وان قد ايه الثنائي على قد ما شكلهم والشخصيات اللي بيقدموها فيها تضاد كبير بينهم، الا ان الناس حبت ده جدا والاتنين نجحوا مع بعض. وساعتها لوريل قال لهاردي: انا صاحبي صاحب كوبايه، قال لي الحكايه خالصه معايا. وبدأت تنهال عليهم العروض لإنتاج أفلام ببطولة مشتركة، وقدموا أكتر من 107 فيلم أحلى من بعض، واستمروا لمدة 30 سنة في النجاح المتصاعد، لدرجة إننا في 2024 ولسه بنتكلم عن مين؟